عايزه اقولك بقى لو رميتي السجق في الميه المغليه بجد مستحيل يفك منك تاني. هتعمليه من اول ما هتبدأي فيه لحد ما هتخلصيه مش هيفك منك نهائي. حتى لو كان في واحده مفكوكه مش هتطلع منها اللحمه خالص. في الاول هنسمي بالله ونصلي على الرسول وتعالوا نشوف طريقتنا. اول حاجه اي كميه سجق عندك هتجيبي الحله وتغلي ميه فيها، واول ما الميه تغلي هتنزلي بالسجق وتسيبيه لمده 5 دقايق. بعد كده كمان عايزه اقولك انه هينزل كل الدهون الزياده اللي موجوده فيه. يعني في ناس لما بنجيب منها السجق بتبقى حاطه كميه ليا ودهون كتير قوي، فدي بتبقى في الاكل فبيبقى الاكل طبعا مش صحي. فلما بتنزليه في الميه كده اول حاجه بينزل الدهون، ثانيا ما بيفكش منك خالص. يعني الحركه دي جربيها هتعتمديها. هنا خلاص انا سلقته كده وزي ما انتوا شايفين ما فكش ولا اي حاجه. هبتدي بقى افكه من بعضه وهجيب طاسه احط فيها معلقه من الزيت. هجيب بقى بصلتين حلوين كده متقطعين جوانح بالشكل ده كده، وهبتدي بقى ان انا اشوحهم لحد ما يدبلوا بالشكل ده كده. هسيبلك بقى تطبيق مجاني حلو قوي يا بنات، بجيب افكار كتير من عليه، هتلاقوه في اول كومنت تحت الفيديو. حملوه عندكم واستفادوا بيه، عليه اكتر من 1500 وصفة اكلات وحلويات ومشروبات. اول مرة بس بنت، وبعد كده بيبقى موجود على جهازك على طول. هسيبه لكم تحت في التعليقات. هنا خلاص البصلة بتاعتي دبلت بالشكل ده كده، انا مش عايزاها تاخد لون، هي تدبل بس. بعد كده على طول بقى هنجيب السجق بتاعنا بعد ما فرطناه من بعضه، بس انا سايباه صحيح كده. هنزل بيه على البصل بالشكل ده كده، وهنبتدي بقى ان احنا نشوحه كده مع البصل. عايزه اقولك الطريقه دي حلوه جدا، احلى بكتير جدا من الطريقه العاديه اللي هو انت بتجيبي السجق وبتقصقصيه او بتقطعيه مكعبات وبعد كده تبداي تشتغلي فيه بيفك منك. جربي الطريقه دي وانا بصي متاكده انه مش هيفك منك خالص. وانا مش مسرعه الفيديو وسايبه الفيديو بطيء جدا علشان تشوفي الشغل كله قدام عينيكي بالشكل ده كده. بعد كده هننزل بقى بايه؟ بفلفل اخضر، فلفل اصفر، لو عندك فلفل احمر، لو ما عندكيش الا فلفل اخضر بس خلاص تمام انزلي بيه مع حبيتين من الطماطم. وطبعا كمية الخضار اللي انت عايزاها طفيها. انا هنا حطيت حبيتين من الطماطم وحبيتين من الفلفل الاخضر وحباية واحدة من الفلفل الاصفر، وده علشان كان موجود عندي، بس لو مش موجود عادي جدا ممكن ما تحطيهوش. وهنبتدي ان احنا نشوحهم كده مع بعض. عايزه اقولك بقى لو وصلتي معايا لحد هنا من الفيديو يا ريت تسمي بالله وتصلي على الرسول، وكمان اخديه شير على صفحتك عشان وقت ما تحتاجيه تلاقيه. وبس كده. هنا قلبته كده كويس مع بعض، وطبعا السجق معانا بيبقى متبهر فاحنا بس هنحط له رشه كده من الفلفل الاسود، وكمان هنحط له رشه من البابريكا. انا مش بكتر بهارات لانه هو متبهر. وبعد كده هنحط بقى شوية كده من الملح وبس كده خلاص. انا مش هضيف اي حاجة تاني، ولو ما عندكيش بابريكا خلاص بلاش منها، يبقى حطي رشة ملح ورشة فلفل اسود. لان السجق لما بتجيبيه من عند الجزار ويكون حد موثوق فيه بيبقى مبهره كويس، مش زي المصنعات يعني اللي هي بتجيبيها المثلجات دي ما بيبقاش متبهر. وغير كده وكده احنا ما بنبقاش عارفين اللحمة اللي فيه جاية منين، لكن انتي بتبقي عند جزار واقفة شايفاه وهو بيعبيه قدامك فبجد بيبقى حلو. لكن المصنعات انا مدخلهاش البيت، وان شاء الله باذن الله هحاول اعمله معاكم برضو. هنعمل السجق في البيت من غير هنك تمام، ولا مكن ولا اي حاجه، هنعمله بطريقه سهله وبسيطه. هنا خلاص بقى كده السجق بتاعي استوى، وزي ما انتم شايفين خد لون حلو قوي، وانا كمان ما ضفتلوش صلصه، سايباه كده يكون خفيف وبسيط. شايفين الحلاوه؟ بجد تحفه. جربوا الطريقه دي وما تنسوش تيجوا تقولوا لي رايكم، ودمتم بخير والسلام عليكم.